تخيل انك قاعد مع شخص عادي من عيلتك او من صحابك وفجأة تلاقيه مش قادر يبتسم، ايده وقعت لتحت وصوته اتغير. ده مش مجرد موقف عادي، ده ممكن يكون سكتة دماغية، ومع كل دقيقة بتعدي بتموت خلايا كتير في المخ. علشان كده لازم نعرف ايه هي السكتة الدماغية وازاي نتعامل معاها بسرعة عشان ننقذ حياة. ودي المحتويات اللي هنتكلم عنها النهاردة. السكتة الدماغية بتحصل لما بيقف وصول الدم لجزء من المخ. لما ده يحصل الخلايا في المنطقة دي ما بتلاقيش أكسجين ولا غذاء، وبتبدأ تموت خلال دقايق. وعشان كده تعتبر السكتة الدماغية حالة طبية طارئة. في نوعين رئيسيين من السكتة الدماغية. النوع الأول هو اسكيميك ستروك، ودي بتحصل لما وعاء دموي يتسد أو يقل فيه تدفق الدم، وساعتها خلايا المخ بتفقد الأكسجين وبتبدأ تموت. أما النوع التاني فهو هيموراجيك ستروك، وده بيحصل لما وعاء دموي بينفجر بسبب نزيف جوه المخ، والدم ده بيزود الضغط على الخلايا وبيتلفها. طيب مين أكتر ناس معرضين للإصابة؟ الحقيقة إن في عوامل مرتبطة بنمط الحياة زي السمنة، قلة الحركة، التدخين أو شرب الكحول. وفي عوامل طبية أهمها ارتفاع ضغط الدم والسكر، أمراض القلب، ارتفاع الكوليسترول، أو وجود تاريخ عائلي مع السكتة أو النوبة القلبية. حتى عدوى كوفيد 19 ممكن تزود خطر الإصابة. إزاي نعرف إن اللي قدامنا عنده سكتة دماغية؟ الموضوع بسيط، نفتكر كلمة واحدة: fast. face arm speech time. فيس لو الابتسامة مش متناسقة أو في ميل في وشه. arm لو مش قادر يرفع ايده أو واحدة منهم وقعت لتحت. speech لو كلامه اتلخبط أو مش مفهوم. time لو شفت أي علامة من دول لازم تتصرف فورا وتتصل بالإسعاف، كل دقيقة بتفرق. ولو ما تلحقش بسرعة السكتة ممكن تسبب مضاعفات خطيرة زي الشلل النصفي، مشاكل في الكلام أو البلع، فقدان الذاكرة أو التفكير السليم، وحتى الاكتئاب وتغيرات في السلوك. أحيانا كمان بيحصل ألم أو وخز وتنميل مستمر. لكن الخبر الكويس ان الوقاية ممكنة لو ظبطنا ضغط الدم والسكر، بطلنا تدخين، لعبنا رياضة بانتظام، وكلنا اكل صحي فيه ملح ودهون قليلة، نقدر نقلل الخطر بشكل كبير. وكمان المتابعة اليومية للناس اللي عندهم عوامل خطورة دي حاجة اساسية لانقاذ حياتهم. في النهاية افتكروا دايما ان السكتة الدماغية دي سباق مع الزمن، كل دقيقة ممكن تنقذ حياة شخص او تضيعها. شاركوا المعلومة لان ممكن بكلمة او فعل بسيط تكونوا سبب في انقاذ حياة شخص غالي عليكم. شكرا لحسن استماعكم. كانت معاكم ندى أحمد من فريق ميديكال أويرنس.